صراحة نجح الدكتور الفايد في خلق جدل واسع وحرك الماء العكر وطفت مجموعة من الكائنات كانت في سباتها العميق، وخلق تضارب في الآراء بين شرائح المجتمع. هناك من يسانده وهناك من يعارضه. اشتهر الدكتور الفايد كخبير في علوم التغذية، وبحكم حفظه لكتاب الله وتوظيفه الخطاب الديني في هذا العلم كسب شهرة ودعا صيته في المجتمع المغربي والعالم الإسلامي. وفي أحد لايفاته خرج يتهجم على العلماء ويقول: ما كاين حتى عالم ولن أعبد الألباني. والسؤال المطروح: وهل هناك من العلماء من يقوم بعبادة الألباني؟ بل أكثر من ذلك، وشد الانتباه الجمهور، اتهم الألباني بالتشيع وقال: أقرأ كتابه، أنا أعرف الألباني أكثر من هؤلاء، لكنه مرة أخرى يستعمل لغته التدليسية لأنه لم يشير للعنوان لكتاب ولا للفقرات التي يتهم فيها الألباني بالتشيع. وبدأ: نحن العلماء، نحن الباحثون، نحن نتكلم لغة البحث، نحن نتحدث في المؤتمرات العالمية التي يجتمع فيها المخترعون والخبراء. ما كاينش عندنا العلماء. واللي راجل يطلع والله حتى ندموا. هذا الشيء اللي كنقول لكم لن تجدوه في أي كتاب وما عند حتى واحد، إلا أنه يعطي كما كبيرا من الأخبار والمعلومات دون ذكر المصدر. هذه عينة من الجمل التي تجدونها في كل خرجات الدكتور الفايد، سواء في اليوتيوب أو في المحاضرات، وكيفما كانت طبيعة الموضوع التي يتحدث عنه. لهذا أتساءل: هل فعلا يوجد علماء في المغرب؟ وإن كان كذلك، ما القيمة المضافة التي قدموها للمجتمع؟ وما فائدة علمهم الذي لا يستطيعون تطبيقه على أرض الواقع؟ الاتقان الذي يعرف المجتمع المغربي وغلاء الأسعار، أليس هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء؟ رفعهم الله بالعلم وزينه بالحلم، بهم يعرف الحلال والحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. وأن تقول الحق وإن كان مرا، ولا تخاف في الله لومة لائم. وإن كان كذلك، لماذا لا نجد عالم يقوم بمناظرته حينها؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كما تزعمون، ودحض كل التكهنات وإرجاعه إلى الصواب، وبهذا تعم الفائدة وتكسير تلك البروباغندا التي ينهجها من أجل التعالي على العلماء وتبخير كل مجهوداتهم والضرب في الثوابت الدينية كالصلاة الجمعة والإسراء والمعراج وحور العين، واعتبرها من الميتافيزيقا أو الخرافة. فأنا لا أتفق معه في هذه النقطة، لأنه تحليل فلسفي محض لا علاقة له بالدين. ومن أوجه اختلاف والتباين بين الفلسفة والدين واختلاف في طبيعة المنهج، فالمنهج الديني مبني على الإيمان والتسليم لجملة الأصول والأركان التي ثبتت وحي من الله تعالى. أما الفلسفة فإنها بحث عقلي صرف قوامه الحجة والمنطق والاستدلال الحر. ومن هنا نقول إن الدين هو الفلسفة الشعوب، وإن الفلسفة هي ديانة الخواص. إذا أردنا التغلب على التخلف وشق طريق التقدم، يجب أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. عالم التغذية يهتم بتخصصه، وعالم الشرعي يهتم بدوره في نشر الأمن الروحي، والطبيب يهتم بعلمه، والمهندس يهتم بتقنيته. عندما ننتقل من منطق أنا وحدي ندور البلاد ويكون تخصص العلمي هو السائد في المجتمع، كما هو الشأن في الدول المتقدمة.